اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل سمنه بلدي من القشطه بتاعه وش اللبن. هتعمليها في البيت بسهوله جدا. محضره عندي قشطه مجمعاها في علبه وشلتها في الفريزر. بعد كده طلعتها فكت وجبت العجان عندي، وعندي سلاح الكف دوت اللي انا هشتغل بيه. هبتدي اشغل العجان عليها بالشكل دوت. هي هتاخد معاكي وقت شويه. اهم حاجه سلاح الكف دوت هو اللي تشتغلي بيه، ولا مضرب السلك ولا سلاح العجن. هو دوت اللي مناسب ليه. بعد كده هبتدي بقى اشغل العجان بالشكل ده. هي هتبتدي تلف معايا وهتجيب ميه. اهم حاجه ان هي تجيب ميه زي ما انتي بالشكل ده. انا هبتدي بقى اجمعها بايدي على شكل كور واعصر منها الميه كويس جدا. هتديني بقى شكل الزبده الفلاحي. طبعا انتوا عارفين ان اسعار الزبده الفلاحي عليت جدا الايام دي في الاسواق، وكمان بتبقى مغشوشه. انت هتعمليها في البيت بنتيجه اكتر من روعة. زي ما انت شايفة بالشكل ده انا ابتديت اجمعها كلها. تعصريها اهم حاجة. هبتدي اعمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة اللي انا وريتها لك بالشكل ده، وهجمعها وهتبقى النتيجة معايا بجد خطيرة. بعد ما جمعتها وعصرتها من المية عملت معايا قوالب الزبدة الفلاحي دي. مش عايزة اقولك على الريحة بجد خطيرة. هجيب بقى حلة عندي على النار وهبتدي انزل فيها كور الزبدة، وعلى نار هادية. هتشغلي البوتاجاز عليها وهتبداي تقلبي. انا هنا قسمتها على حلتين لان انا عندي بصراحة الكمية ما شاء الله اللهم بارك كبيرة. انا بقالي فترة بجمع فيها. هبتدي بقى اقلب على طول. تقلبي راحة جاية تقلبي عليها زي ما انت شايفة بالشكل ده. اهم حاجة النار تكون هادية. هتبتدي بقى تفصل معايا زي ما انت شايفة ما شاء الله. ابتدت تجمع والسمنة البلدي تبان. مش عايزة اقولك على الريحة بجد ما شاء الله عليها. بطريقة سهلة جدا هتعملي سمنة بلدي في البيت بمكون واحد. والله انا ما بشتري سمنة خالص من بره. بصي اهي ما شاء الله لونها صافي جدا. طريقتها سهلة خالص. اهيت بعد ما بردت معايا ما شاء الله عليها. هجيب بقى عندي برطمانات انا غسلاها كويس جدا ومعقماها، برطمانات ازاز، لان دي اللي انا هحفظ فيها السمنة عندي بالشكل ده. عايزه اقول لك كميه السمنه اللي انا القشطه اللي انا حوشتها عملت لي بالظبط في حدود 3 كيلو من السمنه. شوفي 3 كيلو من السمنه هتبقى اسعارهم ايه دلوقتي؟ يعني يا بلاش. بجد خطيره، ريحتها وطعمها تحفه. اعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي. هتطلع معاكي حلوه قوي. تستعمليها بقى في الاكل، هتستعمليها في الحلويات، في الكحك والبسكوت. بجد خطيرة. طريقتها سهلة وطلعت معايا المرتة ديت ما شاء الله طعمها حلو قوي. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها هتطلع معاكي تحفة. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله تعجبك من قناة منوعات مطبخ فوفا. سلام عليكم.